موجودين النهارده في كومباوند شاليه تاك سيتي. معانا وحده دوبلكس دور ارضي واول بالجنينه بتاعتها. احنا اشتغلنا جوه ووصلنا لمرحله تنفيذ كبيره، اسسنا كهرباء، اسسنا صحي، اسسنا الجبسون بورد. شغالين دلوقتي بنصب في الارضيات تمهيد لنزول بند البورسلين. الوحده عندنا فيها منطقه الريسبشن اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وموجود فيها المطبخ. ده هيركب بكاونتر توب وباك سبلاش، مش هنركب فيه ولا بورسلين ولا هنركب فيه اي حاجه، هو مجرد بس الباك سبلاش اللي هيركب ما بين الوحده العلويه والوحده السفليه. وهنعمل كاونتر هنا هنحط عليها، يبقى زي البار بتاعنا هايت شير. اشتغلنا خلصنا بند الرخام هنا. بند الرخام هنا كان رخام ايطالي مدي منظر جميل جدا، رخام ابيض هيبقى كويس جدا مع البلاطات اللي هتركب هنا. البلاطات اللي هتركب هنا هتبقى 180 في 80، بلاطه كبيره عايزه تجهيز صح علشان ما تطرقعش بعد كده. جهزناها، صبينا الارضيه بالتعاون مع احسن الصناعيه، صبينا الارضيه ولسه فنشتش لغايه دلوقتي. هنبتدي ان احنا نفنشها خلال اليومين الجايين وننزل المقاول بتاع البورسلين يبتدي يشغل بند البورسلين معانا برضو. هنا حمام ضيوف. حمام الضيوف اللي هنا دوت هو عباره عن حوض وقعده. القعده طبعا دفن، قعده معلقه. هنعمل هنا بلاطه مميزه، بلاطه جميله ان شاء الله هنشوفها بعد كده. الله ينور على المطارع. دي طرق التوزيع عندنا. طرق التوزيع ديت خلاص خلصنا المرحله الاولى، صبت الارضيات بتاعتها، وبعد كده خلاص هي جاهزه لتركيب البورسلين. وطرق التوزيع دي بتوزع ما بين 3 اوض والحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي عندنا حمام كبير شويه، استغلينا الفراغات معاه، استغلينا الفراغات اللي فيه وعملنا منطقه الشاور بالخورناءات، 3 خورناءات هنا. كل ده هيركب بورسلين 120 في 60. عملنا خزان الدفن بقعده معلقه والحوض مكانه هنا. وعندنا المنطقه دي منطقه الغسيل، هيبقى فيها السخان فوق وهيبقى فيها الغساله هيبقى تحتها درجين، عشان كده مؤسسين الصرف بتاعها عالي شويه. دي الماستر بيدروم، بلاط موزايكو تمهيدا لركوب الاتش دي اف بتاعنا. يركب في المنطقه دي كامله مع الدريسنج. منطقه الدريسنج الى حد ما صغيره، عملنا لها تصميم محترم، استغلينا المساحه، وان شاء الله هنشوفها في فيديوهات تانيه. وده الحمام بتاع الماستر بيدروم. هيبقى فيه هنا هيبقى فيه الشاور روم، عاملين المخرج بتاعها بعيد شويه بحيث ان احنا نتحكم في درجه الحراره بتاعه الميه، ما تنزلش سخنه على طول علينا او ما تنزلش ساقعه على طول، نتحكم فيها وبعد كده نخش تحتيها. عملنا خورناءات هنا يمين القعده وهنا الحوض وهنا خزان الدفن بالقعده المعلقه، وعاملين هنا خورناءات ثانيه، 3 خورناءات تانيين هيركبوا برضه بورسلين. البورسلين بتاعنا هنا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المكان. يعني البورسلين بتاعنا بورسلين محترم، جايبينه نوعيه كويسه، منقيينه. تعبنا في اختياره شويه بس الحمد لله ان احنا وصلنا ان احنا نجيب بورسلين بالجوده ديت عشان في الاخر نطلع منتج نهائي كويس. هنروح نبص برضه على الاوض الثانيه. دي غرفة أطفال مخلصين فيها برضو بند الجبسون بورد. السرير هيبقى هنا وهنا هيبقى الدولاب، مؤسسين للتكييف، مؤسسين للتي في يونت. برضو نفس الكلام، هنا هنركب في ال3 اوض الموزايكو، بعد كده هنركب الاتش دي اف. هنا برضو دي غرفة أطفال، السرير الأطفال هنا، وبرضو هيبقى هنا الدولاب. عندنا هنا التكييف بتاعنا والتلفزيون. خلصنا بند الجبسون بورد، خلصنا تأسيسات الكهرباء، فاضل بس ان احنا هنفتح السبوتات وركبنا الماجنتيك تراك. الماجنتيك تراك لازم يتركب بطريقه صحيحه مع تأسيس الجبسون بورد، ما يتركبش بعد تأسيس الجبسون بورد علشان بيبقى ليه تجهيزات معينه من حيث السي اللي بتتركب ومن حيث الاوميجا اللي بتتركب. وطبعا بنركب بطريقه التيش والاكمل، ما بنركبش بالركبه علشان طريقه الركبه ديت طريقه الركبه دي بتريح بعد كده وبتقابلنا مشاكل تنميل والعملاء بتشتكي. فاحنا شغالين بالطرق الجديده واحدث حاجه بحيث ان احنا ما نضطرش ان احنا نعمل صيانات في المستقبل، حاجه تقعد وقت كبير معانا ما نحتاج لهاش صيانات خالص.